السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع قناتكم خمسة رياضة مع تيسير. ومن تاني بنبارك للمارد الأحمر على حصوله على الدوري ال43 في تاريخه، يعني أكتر من كل فرق الدوري اللي حصلت عليه مجتمع. يعني الأهلي بيقول لنا أنا ماليش منافس، الأهلي بيقول لنا أنا صاحب اللعبة، أنا لو دخلت أي بطولة هناخدها. الأهلي يا جماعة ما عندهوش كده تعشي، لا الأهلي عاوز يتعشى ويتغدى ويفطر بطولات ويتسحر كمان. احنا بنقول للأهلي يا جماعة ولاعيبته وجمهوره مبروك أكتر ما بنقول مبروك بعد الثانوية العامة. يعني الأهلي ناقص بس ياخد دورة رمضانية بتاعت مركز شباب ناصر. جدو كولر بيقول أنا بابا الشغلانة، جدو كولر بيقول أنا ما بعتمدش حد. جدو كولر بيجي يقول يا جماعه احنا عندنا بطوله ايه، فيقولوا له عندنا مثلا بطوله الدوري. طب يا جماعه بطوله الدوري، خلاص تعالى يا رجاله، تعالى كهربا، تعالى ديانج، تعالى يا شناوي، خلاص هندخل بطوله الدوري. عندنا طلعه، يدخلوا ياخدوا بطوله الدوري. عندنا ايه النهارده؟ عندنا افريقيا. طب يلا يا جماعه ياخد افريقيا. جدو كولر واخد 5 بطولات من ساعه ما جه، واخد 2 سوبر، واحد كاس، واحد افريقيا، واحد دوري، وخلاص هيكسر الارقام القياسيه للاسطوره مانويل جوزيه. الراجل ده يا جماعه عبقري، عبقري تدريب بجد. والاهلي ده يا جماعه فريق غير عادي، ده اللي بيفرقوا بين بيفرق بين الاهلي وبين الفرق التانية. الاهلي ما عندوش اصلا هو وجماهيره شبع ابدا من البطولات. الاهلي بيدخل بطوله وتاني يوم يبقى عاوز ياخد البطوله التانية، زي ال 12 يا اهلي كان لسه واخد ال 11 ال 12 يا اهلي. وده الفرق بين الاهلي وبين اي فريق تاني. مفيش حاجه عندهم اسمها انا كده خلاص بقى مش عاوز حاجه تانية، لا هو عاوز كل يوم حاجه تانية. الاهلي كل يوم عاوز حاجه تانية، وده اللي بيفرقه عن باقي الانديه. بنبارك تاني لجمهور الاهلي واداره الاهلي والرئيس الاهلي على الدوري 43. طيب هل الماتش الجاي بقى في ماتش القمه عندنا اسئله. هل لعيبه الزمالك هتعمل ممر شرفي للعيبه الاهلي؟ لسه ما نعرفش. طيب هل الاهلي هيستلم الدوري، درع الدوري في ماتش الزمالك؟ برضو لسه ايه، ما نعرفش. انت انا كزملكاوي هفكر هنقول طب يا ريته ما كان ايه الاهلي خد الدوري قبل ما يوصل ماتشنا. تمام. ليه؟ هو رايح مرتاح، رايح معنويا اريح، وممكن يلعب مرتاح، ودايما طالما ما عليكش ضغط هتلعب كويس. طيب هل كولر هيفكر كده؟ انا رايي الموضوع ده سلاح ذو حدين. يعني الاهلي لما خد الدوري بدري كده هيعمل حاجه من الاثنين: اما اللعيبه هتبقى مرتاحه معنويا، فبالتالي ممكن يروح يعرضوا مهاراتهم وما يلعبوش بالقوه اللازمه، او كولر يلعب بناشئين. على الجانب التاني ممكن اهلي طبعا زي ما احنا متعودين، الاهلي معودنا اللي هو لا دي بطوله ولازم اخدها ولازم العب زي كل ماتش كأن دي بطوله واخدها. هي فعلا بطوله، ماتش القمه بين الاهلي والزمالك. دايما ماتش الاهلي والزمالك مختلف عن اي توقعات. تمام كده. فاما يعمل كده يلعب بناشئين، اما ينزل يلعب كانها بطوله. وانا اعتقد ان الاهلي معودنا ان اي ماتش هو بطوله، فهينزل يلعب بكل قوه. طب الزمالك بقى، الزمالك طبعا محتاج الماتش ده جدا لانه طالع من موسم صفري، ما خدش اي بطوله. فعاوز اقول للجماهيري انا كسبت الاهلي اهوت، وصالح جماهيري. يبقى حاجه برضه معنويه للزمالك، يبقى برضه كسب الاهلي، يبقى الماتش ان شاء الله هيبقى ماتش قوي، هيبقى ماتش كويس. والاهلي طبعا زي ما احنا عارفين هي بتاعتي، لعبه كره القدم دي بتاعتي. انا هاخد اي بطوله، هاخد اي ماتش. وكولر خلاص عرفنا كل ماتش هو ليه حساباته، كل ماتش ليه حساباته. فنيجي بقى لسيراميكا وبيراميدز، هم اللي عملوا الليله دي كلها. الناس كانت متوقعه ان بيراميدز هيكسب سيراميكا ويبقى الاهلي ليه بونتين هياخدهم في ماتش الزمالك اذا كسب، او لو اتعادل يبقى باقي له ماتش تاني. تمام كده. لو الزمالك كسب يبقى الاهلي فاضل له لسه ماتشات تانية، يكسب ماتش تاني يبقى خد الاتنين بونت. سيراميكا قلبت الترابيزه، كسبت بيراميدز 2-1. ما كسبت بيراميدز 2-1 خلاص الاهلي خد الدوري، ارتاح. هيروح ماتش القمه، لعيبه الاهلي مرتاحه، لعيبه الزمالك عليها ضغط. الاهلي ممكن يقول لك لا انا عاوز احتفل بالدوري في ماتش القمه، وده حق. فممكن لما يحتفل بالدوري لعيبه الزمالك برضو يبقى عليها ضغط وحاجات كتير. ممكن الاهلي يجي مثلا محتاج من حقه تعمل ممر شرفي، لكن من حق لعيبه الزمالك ما اعتقدش بقى هتعمل ممر شرفي. الله اعلم، انا سمعت ان هم مش هيعملوا، او اعلان ان هم مش هيعملوا ممر شرفي. لكن ده كله مش هيفرق في ماتش القمه. احنا عاوزين ماتش كويس نستمتع بيه كجماهير كره قدم. الزملكاوي يستمتع والاهلاوي يستمتع، واللي يكسب في الاخر هنبارك له ان كان اهلي او زمالك.
مع ان انا شايف ان كولر بينزل اليومين دول يا جماعه بصراحه اي مدرب يخاف منه، اي فريق يخاف منه اليومين دول في الاهلي مع فنيات الاهلي العاليه، مع فكر كولر اي فريق بصراحه يخاف منه. الاهلي ده يا جماعه دوري بلا هزيمه، ما خسرش ولا ماتش لحد ما خد الدوري اهو، ما خسرش ولا ماتش. الشناوي يا جماعه كلين شيت 11 ماتش، يعني الاهلي بيعمل موسم ولا اروع، يعني موسم خلاص داخل على يكسر ارقام مانويل جوزيه زي ما قلنا اسطوره الاهلي. فان شاء الله يبقى ماتش قوي وماتش نستمتع بيه كلنا ان شاء الله رب العالمين. وانتظرونا في فيديو اخر، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس، واللي ما عملش لايك يعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.